السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم قررت نحضر معكم عجينة السكر بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة. مجموعة من الأخوات طلبوا مني الطريقة، ففي الفيديو نعطيكم الطريقة الناجحة 100%، فخليكم معي حتى الأخير. بالنسبة للمقادير نحتاج شكلاط أبيض أي نوعية جيدة، نخدم بقالة 500 غرام نص كيلو. نحتاج رابعة ديال السكر كلاصي، رابعة أو 250 غرام، 200 غرام ديال الكليكوز. دابا نحسب معكم شحال تجيني معلقه. كذلك 2 اوراق ديال الجيلاتين غادي نذوبهم في الماء بارد، نحطهم هكا في الجانب حتى نحتاجهم. من بعد غادي ناخذ الشكلاط، غادي نقطعو قطع صغيره، غادي يسهل عليا هكا نذوبو. يمكن لكم تستعملوا حمام مريم اولا الميكرووند. الا كنت غادي تستعملوا الميكرووند كل 30 ثانيه غادي نبداو نحركوه باش ما يتحرقش لينا. نجبدوه نحركوه عاوتاني نردوه، وكذلك في حمام مريم كيتحرك باش ما كيتحرقش، حيت الشكلاط البيض غير كيتحرك. كيف كتلاحظوا كنقطعوه هكا صغير، ما كياخذش معايا الوقت في الذوبان، غير كيذوب. كيف لاحظتوا معايا المقادير اللي هي سهله وبسيطه، غير جربوا هذه الوصفه ان شاء الله غادي يكون ناجح معكم. انا هنا بانت لي جيلاتين دابت، غادي نحيدها من الماء، نديرها في الصفايه كتقطر من الماء. عاد نزيد نضغط عليها شويه بيدي باش نزيد نقطرها من الماء، ونخليها هكا في الجانب حتى نحتاجها. خاصها تكون تقطرات مزيان من الماء باش ما تضيع ليا الشكلاط. غادي ناخذ الميزان ديالي باش غادي نحسب شحال معلقه في 200 غرام. غادي نخليها هكا في الزيرو كيف كتلاحظوا، وفوق الشكلاط البيض غادي ندير معلقه الاولى اللي هي معلقه عامره كيف كتشوفوا. غادي ننزلها، ومن بعد غادي ناخذ المعلقه الثانيه، كتلاحظوا معلقه عامره. نحاول نهز داكشي اللي عندي في المعلقه كامل. غادي نشوف 200 غرام شحال تجيني المعلقه، وصلت ل 140. ناخذ المعلقه الثالثه، نزيد شويه بشويه حتى نشوف فين غادي نوصل. وصلت ل 200، عطاتني 3 د المعالق كبار عامرين. دابا الشكلاط غادي ندخلو الميكرووند، يمكن لكم ديروه فوق حمام مريم بحال انا كل 30 ثانيه غادي نجبدو وغادي نحركو باش ما يتحرقش ليا. حتى فوق حمام مريم يعني كنحركوه باش ما يتحرقش. بعد ما دازت 30 ثانيه جبدته، دابا كنحركو غادي نعاود نردو. عاود ملي دوز 30 ثانيه غادي نجبدو كيف كتلاحظوا، وغادي نحركو كذلك حتى كيذوب. ملي كنقطعوه هكا بطريقه صغال ما كياخذش الوقت باش يذوب، سواء درتو في الميكرووند ولا درتو في حمام مريم يعني كياخذ واحد الوقت صغير بزاف. غادي نردو كيف من بعد ما خرجتوها غادي نحركو. فاش كنشوفو داب مازال شويه غادي نردو يزيد يذوب. فاش كنشوفو داب كنزيد له 2 اوراق ديال الجيلاتين اللي ذوبت وقطرتهم مزيان من الماء، حيت الماء كيضيع الشكلاط. وكنبقى كنزيد هكا شويه بشويه ديال سكر كلاصي. الشكلاط راه مازال سخون يعني غير بشويه بشويه. كنبقى كنزيد سكر كلاصي وشويه كيدفى، ما كيبقاش هكاك سخون. كنبقى كنعجنو بهذا الشكل هذا، راه مازال سخون. بعد فاش كيبرد كنوضعوه هكا فوق سطح العمل باش كنتحكم فيه. كنبقى كنعجنو بديك السكر كلاصي حتى كنحصل على واحد العجين.
وسطح العمل خصو يكون نقي مزيان باش يحافظ لنا على اللون الابيض ديال الشكلاط. كنبقى نضيف هكا سكر كلاصي شويه بشويه وكان كنعجن حتى كنسالي 250 غرام اللي عندي. كيف سبق لي قلت لكم سكر كلاصي ممتاز باش كتضمنوا ان هاد العجينه ديال الشوكولاته كتكون معاكم ناجحه 100%. من بعد كنقسم الطريفات الالوان اللي انا محتاجه. بحال انا درت اللون الابيض كيف لاحظتوا اللون ديالو كيولي ابيض كنوضعهم في بلاستيك غذائي. ضروري انني نوضعهم في بلاستيك غذائي. كنخليها ترتاح شويه غير لما نجمع البلون طرافاي ديالي كتكون بردات وكنجبدها باش كنكمل التلوين ديالها. كنشوف شحال محتاجه بالالوان كنقطعها على عدد الالوان اللي انا محتاجه. دابا انا العجينه ولنتها كلها في الاول بالابيض فهمتي بالابيض باش اللون اللي غادي ندير ليها غادي يجي باين فيها كيف كتلاحظوا كي كتجبد معايا باش كتبان لكم وكتعرفوا انها ناجحه. ناخذ هاد الكميه هذه ونديرها باللون الاحمر غادي نبدا نعجنها بهذه الطريقه. كتبقى كتلون كيف كتلاحظوا حيت عندي ملونه بالابيض دغيا كيبان فيها اللون وكيكون لون ناصح. فكتبقاو تزيدوا الملون حتى كتوصلوا للون اللي نتوما باغيينه. انا حصلت على اللون الغوز الوردي غادي نزيدوا عليه شويه ديال الملون باش نزيدوا نغلقوا اللون ديالو. كل ما ضفتوا في الملون كل ما كيزيد يغلق اللون ديالو. وهاد الملونات هي كتكون هي ملونات طبيعيه كيف كتلاحظوا كنلونوا غير بملون بودره. ضروري ما كنستعملوش الملون السائل. كيف كتلاحظوا كنبقى نخدم العجين بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على واحد اللون موحد. هادو هما جوج الالوان اللي حصلت عليهم. غادي نزيد الوان اخرى محتاجاهم. اللون الاصفر كناخذ واحد الكميه العجين صغيره كنبقى نخدمها بهذه الطريقه حتى كنوحد اللون ديال العجين ديالي. كيف كتلاحظوا هذا اللون الاصفر اللي حصلت عليه كنخدمها بهذه الطريقه حتى كتولي عندي العجين عندها لون واحد موحد. ومن بعد كندوز نصاوب اللون اخر كناخذ قطعه من العجين الابيض وكندير عليه شويه ديال ملون اخضر. ما بغيتش اللون يكون مغلوق بغيتو يكون مفتوح على شكل البيستاج. حتى هي كنخدمها بنفس الطريقه. انا كنعجن فيها هو اللون كيزيد يبان. هذا اللون هذا البيستاج اللي انا باغياه اللي انا محتاجاه. غادي يكون ساليت اللوينات اللي انا محتاجاهم. غادي نبدا نخدم وريدات في هذا المولد السيليكون هذا باش تشوفوا معايا انهم كيتشكلوا بطريقه سهله وبسيطه. كلكم تستعملوهم باش تزينوا بهم الكيك ولا لي طارت او لا الصابلي. فهاد العجينه ديال السكر عندها بزاف ديال الاستعمالات. فهاد المولد السيليكون كلكم تخليوه غير في حراره المطبخ الا كان الجو بارد. كان الجو سخون كتدخلوا للثلاجه كتشد راسها العجينه السكر كتشد راسها وكتحيدوه بسهوله. فانا اللي غناخذ كميه نصاب كميه كبيره ديال هاد الوريدات غنخدم بهم الصابون. فيما نعمر هاد المولد السيليكون ندخلو دغيا المجمد غير كياخد شويه ديال البروده عاوتاني كنخرجو كنديمو ليه هاد الوريدات كنعاود نموليهم حتى كنوصل للكميه اللي انا باغياها ومحتاجاها. كيف كتلاحظوا انا بعد ما خرجتهم من الفريغو كنت توضعوهم غير في الثلاجه حيت انا محتاجاهم يعني محتاجه كميه كبيره وخصني نساليها في وقت صغير. كيف كتلاحظوا الشكل ديال الوريدات كيجيو الشكل ديالهم مزيون. درت اللحم هكاك الغوز فاتح ومغلوق. هكا الفيديو ديال هاد النهار غادي نكونوا ساليناه. انا خدمت معاكم دابا عجينه السكر وهاد الصابلي هذا ان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو ديالو. ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم ونكون فتكم فيه الفيديو. ما تنساوش ديروا اعجاب ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر احمر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.
تبارطاجيوه الفيديو مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، خليتكم بألف خير.